وهذا سائل يقول: تشتد الزحام في مدينة الرياض بحيث أن الرجل لا يستطيع أحيانا أن يصلي من شدة الزحام خصوصا وقت المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي في السيارة بحسب الاستطاعة وحتى على غير طهارة؟ فما الواجب في حقي؟ أحسن الله إليكم. الله عز وجل شرع دينه يسرا، فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد بكم الله شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فإذا حبس الزحام الإنسان عن صلاة الجماعة، حبس الزحام الرجل يسير في سيارته ووقف الطريق، وقف الطريق ولا يسير أو يسير ببطء، ولا يستطيع أن يذهب يصلي في المسجد مع الجماعة، فإن هذا يسقط الإثم عنه ولا يأثم بتركه صلاة الجماعة. لكن هل يصلي في سيارته على حاله؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون في وقت صلاة تجمع مع الأخرى، أن يكون في وقت صلاة تجمع مع الأخرى كصلاة المغرب والعشاء، فهو في صلاة المغرب وهو في الزحام، هل يصلي في السيارة؟ نقول لا، انتظر، وهنا يحل لك الجمع فتجمع المغرب مع العشاء، لأن الجمع يشرع لدفع الحرج، فكيف في مقام الضرورة؟ فتجمع المغرب مع العشاء، تنتظر، ثم إذا خرجت من هذا الزحام تتوضأ وتجمع المغرب مع العشاء. فإن كان ذلك قبل أن يصلي الناس العشاء فإنك تصلي المغرب قبل أن يصلي الناس العشاء، ثم تصلي معهم العشاء. ولو فرضنا جدلا أن الزحام حبسك من قبل صلاة المغرب إلى أن صلى الناس العشاء، فإنك بحمد الله تصلي المغرب والعشاء جمعا، وكذلك الظهر والعصر. والحالة الثانية أن يكون في وقت صلاة لا تجمع مع غيرها، ويغلب على الظن أن وقتها يخرج قبل الخروج من هذا الزحام، أو في وقت صلاة تجمع مع غيرها ويغلب على الظن أن الوقتين يخرجان قبل أن يخرج من الزحام، وهذا بعيد في الحقيقة، لكن نذكره من باب الاحتمال. فإذا غلب على الظن أن وقت الفجر سيخرج والإنسان في الزحام، لو فرضنا أن الزحام كان قبل دخول وقت الفجر واستمر الزحام، وغلب على ظن الإنسان أن الشمس ستشرق وهو لم يخرج من هذا الزحام، فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله، يصلي في السيارة حيثما اتجهت به سيارته، يومئ بالركوع والسجود. والراجح من أقوال أهل العلم أن ذمته تبرأ بهذا، أن ذمته تبرأ بهذا، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي الصلاة في وقتها. يعني لو فرضنا أنه دخل في الزحام قبل الظهر وغلب على ظنه أن المغرب سيدخل وهو لم يخرج من الزحام، هذا شيء بعيد، لكن لو فرضنا فإنه يعني يصلي الصلاة بحسب استطاعته في وقتها ولا يخرجها عن الوقت.